يعني بعد اللي بنشوفه ده قسما بالله ما في مشجع رياضي مصري الا وهتلاقيه قرف من حاجه اسمها الكره في مصر. حرفيا اللي بيحصل ده في الساعات الاخيره كارثه، ده فضيحه يعني. وانا اتساءل ليه الاصرار على تصدير المشاكل في بدايه كل موسم او في نهايه كل موسم والزج باسم النادي الاهلي فيها. يعني انا لو طايل اخد النادي الاهلي واحطه في قاره اوروبا والله العظيم لعملها، ونستريح من كل هذه التخبطات الكرويه، سواء بقى هتقول من الزمالك من اتحاد الكوره، لان ابرز المشاكل في الايام الاخيره سببها اتحاد الكوره وسببها الزمالك. انا بقول كلمه وعارف نفسي بقول ايه، واي واحد بيسمع الفيديو ده راجل بيفهم كوره هيقول فعلا كل اللي بتقوله ده صح، لان ده اللي بيحصل. ايه اللي بيحصل من اتحاد الكوره وايه اللي بيحصل من نادي الزمالك وايه موقف النادي الاهلي لحد دلوقتي وغضب جماهير النادي الاهلي، ده اللي هنتعرف عليه مع بعضنا في هذا الفيديو. لكن الاول نصلي على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولو مره حضراتكم بتتابعوني اتمنى من كل قلبي تشتركوا في القناه، فعايز الجرس اضغط لايك عشان يصلك كل جديد. قول رايك براحتك. دائما وابدا في قناتنا بنحترم الاراء، لان الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه على الاطلاق. مبدئيا يا جماعه النادي الاهلي بيسال الدوري فين؟ بيسال اتحاد الكوره الدوري فين؟ انت نظمت مسابقه جديده وبطل الدوري لحد دلوقتي ما خدش الدوري. يعني هم يضحك وهم يبكي والله العظيم. انت كاتحاد كوره المفروض مش قادر تخطط، يبقى تقول شكرا وتدي الجيل اللي بعدك هو اللي يقود المسيره. رايح تعمل لي دوري تلعب دور واحد، يعني ده سيبك من درع الدوري دلوقتي. لحد دلوقتي الاهلي بيسال يا جماعه فين الدوري عشان عندنا احتفاليه كبيره. بقول لك ايه، احنا بنجهزه اهو. يبدو ان كان مكتوب عليه اسم بيراميدز او حاجه، فبيحاولوا ايه يمحوها وخلاص او يعملوا لك دوري جديد يعني. ولكن جاي النهارده وبقول لك هنعمل دوري من دور واحد، والدور الثاني هناخد اول 10 ونحدد فيهم بطل الدوري، ومن عند ال 11 لحد ال 18 نحدد فيهم الهبوط. طيب انا بسأل سؤال يا اتحاد الكوره، الاهلي وليكن لعب مع اتحاد سكندري في اسكندريه مثلا. طب الماتش الثاني لو اتحاد السكندري ده اصلا جه في 8 تانيين هيلعب تاني في اسكندريه برضو حسب القرعه؟ يعني برضو يعني مش عارف والله ايه التخبط وايه اللي هو. انت بتضغط الانديه عشان خاطر تبدا سيزون جديد بعد كده ودول مشاكل وضغوطات للاعبين، ماشي، بس هتلاقي في فرقه تضرب لك كرسي في الكلوب زي ايه؟ زي بيراميدز زي الزمالك. هتعرف تاجل له ماتش وليكن في الدور الاول صادفوا مباراه في دوري ابطال افريقيا مثلا كونفدراليه للزمالك، هتاجل له؟ طب لو اجلت له ما عندكش موعد يلعب فيه المؤجل ده في الفتره اللي انت ضغط الكل فيها، هتلعبه ازاي في الدور الثاني؟ او هتحسبه وتقيمه وتصنفه ازاي في الدور الثاني اللي هو المفروض العشرة اللي فوق هيلعبوا على ايه؟ بطل الدوري، واللي تحت على الهبوط من الدوري. يعني كم من التخبط، كم من القرارات الغير محسومه. المهم انك انت تطلع وتقول بنحاول نعمل كده ارضاء للانديه. طب ما الانديه اصلا بتسالك بعض الاسئله. هل في ملاعب هتكون يعني ملعب محايد بين الطرفين؟ طب الاهلي والزمالك يا عم الدور الاول هيلعب على استاد القاهره، ايوه، بس ماتش مين؟ ماتش مين؟ طب لو جيت الدور الثاني والعشرة العشرة هيلعبوا الدور الثاني دول عشان خاطر تقيم فيهم بطل الدوري وتصنف فيهم بطل الدوري، لو جه معاك الزمالك برضه في الدور الثاني هتعمل ايه؟ يعني انت هتعمل، احنا عايزين بس ناس تطلع توضح لنا الصوره ان الامور معقده وملخبطه وكله بيصب على راس النادي الاهلي اللي هيلعب 64 مباراه في السنه القادمه اللي هو مفيش اي فريق
بيلعب العدد ده غير النادي الاهلي. الحاجه الثانيه بقى يا ساده، الزمالك اللي من وجهه نظري تخلى عن احمد فتوح وباع احمد فتوح، وعقب خروج احمد فتوح بيقول لك بتجهز احمد فتوح للتدريبات عشان مشاركه في الكونفدراليه، وناس بتهبط تقول لك السوبر وهو اصلا مش مقيد في السوبر والكلام ده كله. يعني هل فكرتوا في الراجل اللي توفى؟ هل فكرتوا في بناته؟ هل فكرتوا في ارضائهم؟ هل فكرتوا في التنازلات؟ هل اسئله كتيره. نتمنى انه الامور دي تتحل قبل ما تفكروا في ان اللاعب يشارك في المباريات القادمه. يا ريت نهدى ونوفر المناخ العام للمشجع المصري اللي دائما وابدا بيبحث عن يعني الكوره اللي بيحبها، الكوره اللي بيعشقها. والله العظيم يا جماعه انا مش طالع اهاجم وخلاص، لكن طول ما انت بتشوف اتحاد الكوره، رابطه الانديه، والسنه الجايه مش هتلاقي رابطه الانديه، طب انا ذنبي ايه؟ يعني رابطه انديه واتحاد الكوره ولجنه الانضباط محدش عارف يعمل اي حاجه ولا ياخد اي قرار فين عقوبه مروان حمدي؟ فين عقوبه جوميز اللي اعتدى على الحكم في ماتش بيراميدز؟ فين اسئله كتيره بتسال، ولكن دي امام الجمهور فضايح والله. يعني لك ان تتخيل النادي الاهلي عقب اعتذاره عن اي بطوله بتلاقي قيمتها التسويقيه بتقل، لان نسب القعده المشاهده تنخفض، لان العامل الاساسي في نسب المشاهدات وجذب الاعلانات هو النادي الاهلي بحكم الالقاب اللي بياخدها في السنوات الاخيره. طب الاهلي بيقول لك انا مش لاعب السوبر المصري الا لما اشوف فين العقوبات اللي لحد دلوقتي اتحاد الكوره بيرميها على لجنه الانضباط، والانضباط بيرميها على اتحاد الكوره، ورابطه الانديه والله احنا ملناش دعوه يا جماعه، انا عامل زي الليمبي على الله حكايتي. طب وبعدين برضه ولما الاهلي يقول لك انا بعتذر يقول لك منسحب والعقوبات وطبق والسجن ما لعبش. طب ما فين عقوبات الناس التانيه؟ فين عقوبات الناس التانيه؟ مروان حمدي اللي ادى لفظ ما ينفعش اقوله على الهوا لجماهير الاهلي ولم يعاقب، ده شارك في بقيه الدوري وشارك هيشارك في الدوري الجديد ولم تصدر اي عقوبه. يعني عشان كده والله العظيم، يعني هل مش من الطبيعي، هل يعني النادي الاهلي لا يستحق ان يشارك مع عمالقه ابطال اوروبا اللي دائما بيحظوا على الاحترام من الجميع كما يحظو الاهلي على الاحترام خارج مصر ويعامل بمظلوميه داخل مصر؟ هل مش من حق النادي الاهلي انه يلعب في مناخ جوي مستقر ويلائم للاعبين والجماهير والاداره كما نشاهد في الدوري الانجليزي والاسباني وغيره؟ مش هقول غير حاجه واحده بس، استقيموا يرحمكم الله. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.